يا كابتن قول لي ماذا لديك؟ والله اسعدنا اداء الحكام النهارده يا كابتن. واسعدني منظرهم البدل والكرافتات. شفت المنظر من البدايه ولا لا؟ شفت حكي شفته. ده انا عارف قبليها كمان يعني. طيب كويس. يعني على فكره الملابس دي على حسابهم الشخصي. على حسابهم. يعني بضرة حلوه ان شاء الله هتبقى العمليه سهله بالنسبه لاتحاد لجنه الحكام اتحاد الكوره ان احنا نوفر للحكام وهي رايحه مظهر شيك قبل حتى اللبس قبل حتى لبس التسخين وجايبين معاهم دكتور كمان للتسخين كمان. دي حقيقه ياسر. انا عجبني ابراهيم نور الدين. اسمه ياسر ايه؟ ياسر الدكتور ياسر. حاجه محترمه جدا يعني. كتر خيره جاي متطوعا يعني. كتر خير كتر خيره وبرافو على ابراهيم نور الدين. حكم عايز يكبر وعايز يعلى وده حاجه تحسب له الحقيقه. اكيد هو هيبقى سعيد النهارده لما كابتن محمود بكر شبهه بجمال لندور. هو حكم كويس. بص يا كابتن المنظر الجميل ادي الدكتور ياسر وادي الاربعه طاقم التحكيم بالبدل بالكرافتات شكله محترم يا كابتن. طب اجيب بدله ياسر بقى بالمره؟ لا والله حاجه لا عشان ياسر كان بالتريننج هيمرنهم هيسخنهم في الملعب امر جميل ومستحب. بهنيهم عليه للمره الثانيه وبهني ابراهيم على ادائه لكنه حتى انا ممتن للون الاسود. هو الاشيك هو الاجمل حقيقه. طيب نروح لحالات عظيمه. يلا بيه. يمكن الوقت سرقنا شويه. معلش يعني لو حاولوا تخطفوا لنا 5 دقايق كده يبقى كتر خيركم. اتفضل يا كابتن. اول تسلل عند المساعد الاول المساعد الثاني. طبعا ابراهيم نور وسامي هلهل والمساعد الثاني احمد عامر عند كابتن. القرار صحيح. التسلل واضح. سابق بجزء من جسمه. هو سابق بشويه. نعم. الكاميرا كانت بتقرب على المساعد شكله فعلا راقي راقي هنا التسلل الثاني من عند المساعد الاول سامي هلهل. برضه الاعاده الجانبيه وضحت صحيح يعني صحه قرار الحكم وان كان هو متقدم شويه. اتصور المخالفات. نعم. يلا بعد كده عظيمه. نعم. ابراهيم صلاح شفنا خد انذار. كان شكله انذار خفيف فاول خفيف. لكن وفقا للقانون لان قبليها عمل فاولين 3 ورا بعض. فده الاصرار على مخالفه قانون اللعبه. قرار صحيح والانذار مستحق. نعم. ابراهيم هنا في انا قوه شخصيه ابراهيم نور الدين. انا ما بحبش العصبيه في ان انت بتدي الانذار ازاي لكن لا هنا كان في هدوء. الفاول هنا خفيف يا كابتن عشان بس حضرتك قلت الاصرار على الاصرار على مخالفه قانون اللعبه اللي عمل فاول مره 2 3 4 فبالتالي خلاص في ربع ساعه اصبح هجومي فكان لازم ياخد الانذار. نعم. بعديها شفنا انذار للمقاولين العرب. يعني يمكن اختلف مع مقاولين في الانذار ده. ما يستحقش. لا انا مش شايف الانذار يعني لو حسبت فاول ما تستحقش انذار. يعني مش عايز اربط بقى ان انا اديت انذار هنا للزمالك قد انذار لا فاول ده تلاحم. لو لما نسلم ان في فاول ممكن ما تبقاش فاول. لو سلمنا يعني ان فاول الايدين في بعض الحقيقه يعني ما فيش سبب هنا الانذار بالمره خالص. مش عايز اقول عشان كان في انذار لسه من دقايق لابراهيم صلاح. انذار متعجل شويه. خلاص ابراهيم حكم خلاص نضج كبر. نعم. ما اديش انذار في لعبه زي دي. صحيح. انت اللاعب نفسه مندهش. نعم. هنا وقت تنفيذ اللعبه ابراهيم دي غريبه جدا. ده اكبر خطا يعني هو اتاخر شويه. انا كان ممكن يقف في مكانه بالظبط كده. يعني مش محتاج ان انا الف اللفه دي كلها. يعني كان ممكن خلاص خطوتين شمال وخلاص خطوتين يمين وخلاص. ما تعطلش لعب وانت واقف في مكانك ارجع على ناحيه الشمال خطوتين. لكن شفنا اللعيب داخل شوط كمان يعني عطل اللعيب. لكن هو كان ممكن في مكانه هو ربما هو عايز يشوط الكوره او عايز يعمل تاكلينج على حتى بص اللعيبه كلها كانت تتحرك. لا مش يعني رجع تاني مش مكانك هنا. لا هو ده يمكن ده ماشي في التحرك. من الحاجات اللي وارده تداركها يعني ممكن. نعم. هنا عتاب للمساعد الثاني في اللعبه هنا كان في فاول واللي صفر الحكم. نعم. والمساعد على بعد خطوه. لا لازم يكون ارجع ورا خطوتين 3 اشوف احسن من كده. وبص على الارض. صحيح. يعني بص على الكره على الارض. نعم. ارفع راسك ارجع ورا وارفع راسك لفوق تشوف كل حاجه. ما بسمعش اغنيه ارفع راسك فوق. لا هم كده كمان ممكن يصطدم بيه ممكن يقع. صحيح ممكن. ممكن طبعا هو ممكن يكون هو شايف انها مش فاول. ممكن يكون هو قرروا انها مش فاول. هنا ادى اتاحت فرصه واللعبه دي استمرت ويمكن بعد 3 دقائق هايل. يعني هو الحظه ان الكره ما توقفتش 3 دقائق. فمع اول توقف اداله الانذار. نعم. هنا دي بتبقى اجاده للحكم. اجاده اكيد. نعم. في ذاكرته ان اللعيب رقم 7 ولا رقم 8 عمل خطا يستوجب انذار. نعم. فمع اول توقف اداله الانذار. نعم. هنا صلاح سليمان خد الانذار للعب الكره باليد. قرار صائب وصحيح والمخالفه صحيحه. بس انا بحب الحكم ده. الهدوء والابتسامه ويعني وقت ابراهيم صلاح حس انه راح مكشر ومكلضم خلاص هنا عارف انه انذار فراح رايح له. ونوعيه اللعيب بتفرق يعني.
راح له بحب كده، اصل الحكم مش عدو اللعيبه كده. لا 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 لا. وانا برضه لازم الاحظ ان اللعيب نفسه في ساعه غضب، يعني انت بتديله انذار مش بتديله هديه. نعم، الانذار كان وجوبي هنا يا كابتن. لينا عاده اللعبه دي وليا راي. بص يا كابتن احمد. نعم. لا هذا طبيعي. لا انا شايف ان هنا في كوع كان يستوجب ركله حره مباشره وخطا كان داخل منطقه الجزاء. هلوم هنا سامي هلهل. كوع راح بس مش يعني مش صراع عادي على الكوره. لا ده راح الاثنين بيجروا عادي على الكوره. ارجع لنا خلينا شويه عظيمه فيها معلش. ربما كابتن احمد انت كنت وقتها انت كنت طالع على السلم عشان تراجع الحالات فوق في الكنترول. اللعبه دي ربما انت ما كنتش بس انا بشوفها مع حضرتك اهو يعني. لا هل يعني الكوع ضربك؟ اصل خلي بالك لا في سقوط من حازم امام. لا معلش احنا هي عظيم قصها في الكنترول، لكن في سقوط وكان في. طب نكملها؟ لو جبتها من على اللايف عظيمه يبقى افضل. يعني هي كان هيقع بقى بعدها. وقع وقتها. لا كان فيه. فبرضه فيها شايف لا كان فيها ضربه جزاء. كان فيها. طيب عندنا خلينا برضه ان هي صعبه على الحكم شويه. لكن دور المساعد هنا من اول واحده ممكن ما تاخدناش بالنا. ادي اللعبه هي الاخر، يعني تحس ان اثنين بيجروا جنب بعض. لا الكوع راح يا كابتن احمد وراح لا الكوع راح وفي دفع اذا من وجهه نظرك ضربه جزاء. بس هو برضه اللعيب بيساعد الحكم يعني من غير تمثيل. لو هي رؤيتها الحكم الملعب بتبقى صعبه شويه. المساعد كان يشوف احسن. نعم. طيب نشوف. كان في انذار لاحمد حسن. معلش مش معانا دي صفاره نهايه المباراه. لا برضه توقيت غير مناسب. كان لازم يصفر ويدي انذار. لا يصفر ويدي انذار. يصفر ويدي انذار. احنا صدقنا احمد عيد يضحك. يعني بقى لنا 4-5 ماتشات بنشوفه مبتسم. هنا زعل وغضب. هو فاول عنيف بينه. لا فاول لازم فاول انذار. ده مش لازم فاول يعني لازم. طب لو كان صفر نهايه المباراه ممكن برضه يديله. هو صفر نهايه المباراه دي. هو هنا صفر نهايه المباراه. هو لسه احمد عيد لسه زعلان من ده زعلان لغايه بكره كمان. دي لعبه احمد حسن. في لعبه خد فيها احمد حسن صح؟ كمل. لا دي الاخيره. دي اللي بعدها دي الاخيره خالص. دي مع دي برضه احمد حسن ادى تحت الفرصه ثم عاد وعطى احمد حسن انذار. او لا احمد حسن اعترض. هو حس ان ليه فاول ما اتحسبش شوح. فاداله انذار على الاعتراض. برضه يعني كان في عتاب شويه زي المخرج. كنا نتمنى يكون في اخراج احسن من كده اكتر من الاهتمام. لا بس النهارده احسن من الاول بكتير. تدي كام درجه النهارده؟ مباراه صعبه ولا كانت سهله على ابراهيم؟ لا هو سهلها هو طبعا. المباراه يعني ممكن تبقى صعبه. يعني نقول تقدم او ليه 1-0 في وقت الزمالك كان متفوق. لكن هو خد الامور ببساطه. بدا يستوي. وخليه برضه يشيد بالاثنين مساعدين. سامي هلهل رغم تحفظي والثاني عامر. الحقيقه هم من البدايه جايين يعملوا ماتش كويس. جايين يعملوا ماتش يعني من قبل المباراه خارجين من البيت جايين يعملوا مباراه كويسه. انا متفائل بالتحكيم السنه دي والله كابتن. لغايه دلوقتي بدايه الاسبوع الخامس الاداء مرضي حقيقه. يا رب. عايز ااكد تاني